عمرك وقفت قدام حوض سمك وسألت نفسك هي ازاي الكائنات دي بتشرب ميه؟ تخيل احنا بقى لو قعدنا يومين اتنين بس من غير ميه ممكن نموت. تخيل بقى السمك ده هو قاعد بالسنين والشهور في الميه. تعالوا النهارده نحكي الحكايه الغريبه دي واللي هتتفاجئوا منها. اللي ما يعرفوش ناس كتير ان السمك انواع. السمك بيعيش في الترع العذبه والانهار وده بيبقى اسمه سمك المياه العذبه، وسمك تاني بيعيش في البحار والمحيطات وده بيبقى اسمه سمك المياه المالحه، والاتنين بيتعاملوا مع الميه بطريقه مختلفه عن التاني. السمك اللي عايش في الانهار ما بيفتحش بقه زينا ويشرب، لكن الميه اساسا بتخش من كل حته، من الجلد ومن الخياشيم، فهو كده كده الميه بتخش جسمه من غير ما يشرب اصلا. اما سمك البحر بقى فالقصه العكس، وده لان الميه حواليه بتبقى مالحه قوي اكتر من جسمه، فبدل ما الميه تدخل جسمه الميه بتخرج منه، ولو سيبناه كده من غير ما يشرب جسمه هيجف من جوه. عشان كده فعلا السمك البحري بيشرب ميه من البحر. كائنات كمان اغرب من كده زي السلمون مثلا. السمكه دي بتتولد في النهر وبعدها تروح تعيش في البحر وبعد كده ترجع تاني النهر، وفي الحاله دي جسمها بيغير نظامه كله عشان يعرف يعيش في المكانين. فالسمك عنده نظام غذائي احسن من اي فلتر احنا اخترعناه، وده يورينا قد ايه ابسط الكائنات فيها اسرار مذهله. في المره الجايه لما تيجي تتفرج على سمكه افتكر انها مش مجرد كائن بيفضل يعوم، دي معجزه ماشيه قدامك. وكده الفيديو بتاعنا خلص. كان معكم عبد الرحمن ايمن، والى اللقاء الاخر في معلومه جديده. سلام.